والنبي يا ابني الله يسترك، ممكن كلمة لو سمحت؟ تعالى ما تخافش. مش فاضي والله، مشغول دلوقتي. الله يسهل لك يا حاج. ايه الله يسهل لك دي؟ الله، هو انا بشحت منك يا تيس انت يا حلوف؟ ايوه بتشحت مني، انا كل يوم بعدي عليك وبديك 5 جنيه. لو انت مش فاكر انا فاكر. ما انا عارف انك بتتنيل تديني 5 جنيه، فاكرك طبعا، وكمان فلوسك كلها عرقانه اصلا ومقطعه شبه هدومك. امال بقى ايه نوبة الكرم دي ومش بشحت منك وبتاع؟ لخص يا حاج. عشان انا فعلا دلوقتي مش بشحت منك، انا عايز ولاعه يا ابني. ولاعه؟ انت عايز ولاعه؟ هتولع في روما ولا ايه؟ في سيجاره محطوطه في بقي من اول الحوار، لو البعيد مش اعمى، والسيجاره دي ما بتتشربش مطفيه، لو البعيد مش غبي. ابقى عايز ايه؟ مضرب سكواش؟ لا يا سيدي، تبقى عايز ولاعه. اتفضل. خد تعالى هنا، خد لك سيجاره اهي، خد ما تتكسفش عشان ما يبقاش ليك جميل عليا، واحده بواحده يعني. يا ما شاء الله، انت بتشرب سجاير ديفيدوف؟ دي حاجه ولا في الاحلام. بشرب دافيدوف، ايه المشكله؟ انا راجل بحب اروق على نفسي بذات نفسي. المشكله اني بشرب ام وانت بتشرب ديفيدوف. طب دي مشكلتك انت يا كوكو، انا مشكلتي فين؟ المشكله انك شحات وانا اللي بتشحتني، تمام. طب اوجع لك بطنك بقى، انا بتعشى عند صبحي كبر مرتين في الاسبوع، وبعمل ديوز في ترموف مرة في الأسبوع. طب ما ده دليل على إنك نصاب. لا، ده دليل على إنك مغفل وماشي مع القطيع وكحيان وبتكح سرس. أنت بتشتغل فين يا حمادة؟ اسمي عتريس وأنا محاسب في شركة الراسي لاستيراد الكراسي. عتريس؟ ما علينا، يا محاسن الصدف. وبقالك قد ايه بتشتغل في الشركة دي؟ 4 سنين وماشي في ال5. ياه، انا سايب الشركة دي من 12 سنة. اسأل الناس القديمة عندك عن رشدان غباشي، واسم الشهرة المعلم رشدان غباشي القراري، صاحب سلاحف المجاري. انا كده هسأل عليك عند هيئة الصرف الصحي. اسمع اللي بقولك عليه يا روش، انا كنت مدير الحسابات في الشركة اللي انت شغال فيها. وايه اللي شغالك شحات كده على ناصية الطريق؟ بتتريق يا اخبق. ما علينا، اللي قعدني هنا الايجو. نعم. اخطر حاجة على اي انسان الايجو بتاعه. انت ما تعرفش ان الايجو ده هو اللي خرج ابليس من الجنة؟ وانت الايجو بتاعك خرجك منين؟ من مدير حسابات لشحات. من حياتي كلها انا كان مرتبي اول عن اخر 7 بواقي. غيرك مش طايلها يا اسطى. معاك، بس عارف انا كنت بصرف كام كل شهر من ال7000 دول؟ 6 مثلا. 11. كنت بصرف 11000 يا كتكوت. بتصرفهم على ايه؟ ايوه هو ده السؤال، كنت بصرفهم على الايمج. كنت بتتصور بيهم يعني ولا ايه؟ ده اجعص فوتوسيشن في مصر ب 2000 جنيه في جزيرة المعادي وحاجة زي الفل. افهم يا حبيبي، انا كنت بصرف على صورتي قدام الناس. الله، مش ربنا قال وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور؟ صدق الله العظيم. اهو احنا بنعمل كل حاجة في حياتنا عشان ننمي الغرور ده، بننجح، بنكبر، بنكسب فلوس عشان نشوف نفسنا. صح. بس الغرور ده زي النار، كل ما بتاكل بتجوع، مفيش غرور هيكتفي. يعني انت صرفت فلوسك على برستيجك؟ مش بالظبط، بس احنا ما بنفرقش بين الحاجات اللي احنا محتاجينها والحاجات اللي حاسين اننا محتاجينها. واحنا هنعرف منين اننا محتاجين الحاجة غير لما نحس بكده؟ مش كل حاجة بنحسها بتكون حقيقة. كم مرة حسيت ان حد بيحبك وطلعت مش فارق معاه؟ كم مرة حسيت ان الدنيا هتقف عليك وطلعت كلب ولا تسوى؟ كتير. اي شيء له بديل تبقى مش محتاجه. الله، لو اتعشيت كباب ب 400 جنيه ولو اتعشيت فول وطعميه ب 40 جنيه هتوصل لنفس النتيجه، الشبع. صحيح. لو رحت الشغل في المترو او رحت باوبر هتوصل لنفس المكان وممكن توصل في نفس الوقت كمان. مظبوط. لكن احنا طول الوقت بندور على الرفاهيه. الانسان يوم ما نزل من الجنه وهو بيحاول يخلقها لنفسه على الارض، بس الحقيقه مفيش جنة على الأرض. ما انت برضو اللي أفورت، عايز تدخل الجنة ب7000 جنيه. نظام الحياة خلق منك مستهلك، زود لك احتياجاتك. بدل ما كنت بتاكل عشان تشبع بقيت تاكل عشان تستمتع. بدل ما كنت تعمل فرح عشان تفرح بقيت تعمل فرح عشان تتمنظر. بدل ما تخرج خروجه حلوه تبسطك بقيت بتخرج خروجه عشان تعاير بقى اصحابك وتتصور لي بها سيلفي. الناس عايزه تعيش وتستاهل تعيش. ده الايجو، فكره انا استاهل اكتر من كده. لكن في الحقيقه انت مالكش احقيه في اي شيء لا تملك ثمنه. يعني لو دخلك مش قد احلامك تبقى ما
تستاهلش. يبقى اعمل ايه؟ حاجة من اتنين، يا تنزل سقف احلامك يا تطحن نفسك شغل وتزود دخلك. وايه اللي بيحصل في الواقع؟ معظمنا بيستسهل وبيصرف كل اللي معاه على الصورة اللي في خياله. فالفلوس اللي معانا ما تكفيش. فالرأسمالية تقول لك ما تزعلش، هوفر لك طرق تجيب منها فلوس. خد يا سيدي ادي كريدت كارد، الله خلصتها اطلع لك واحدة جديدة. صح. ادي كارد يتسدد على 20 سنة، ولما تحتاج هديك كارد تاني. صح برضه. انا اقدر اعدي لك دلوقتي 20 مصدر ينفع تجيب منهم فلوس ما اشتغلتش بيها، بس هبقى مديون. وهو ده المطلوب. النظام العالمي عايزك مديون ومفلس عشان تفضل عبد عنده. ايه ده؟ انا عبد؟ هي ايه العبودية؟ انك تكون ما تملكش اختيارات في حياتك. انت عندك اختيارات في حياتك؟ انت عندك اختيارات في حاجة؟ لا خالص مالص. تبقى عبد. بس عشان احط لك السلسلة في رقبتك لازم اقنعك انها ذهب وان شكلك بيها هيكون اشيك، وبعد كده تسحبني منها براحتك. هو ده. حتى لما دخلك بيزيد برضه ما بيكفيش. انا وصلت لمرحلة كان مرتبي فيها 30,000 جنيه وبرضه بستلف اخر الشهر. ازاي يعني؟ هي الزيادة دي ما فرقتش؟ فرقت طبعا، خلتني اشتري حاجات اكتر انا مش محتاجها. يعني ايه؟ لما كنت بقبض 7,000 كنت باخد الكرسيين اللي جنب السواق في الميكروباص، ولما بقيت بتقبض 30,000 بقيت اركب اوبر واشرب ميرت واكل لحمة كل يوم. الدخل زاد، المصاريف زادت اكتر. طب ليه بقى؟ اللعبة كلها في فلسفة الاحتياجات، انك تعرف ايه اللي انت محتاجه وايه اللي انت متهيألك انك محتاجه. وانت اشتغلت شحات عشان توفر فلوس؟ لا، عشان اكسر الايجو. واحد شحات هيحتاج ايه من الدنيا يعني؟ انا لما عملت كده بقى معايا فلوس كتير قدرت اشتري بيها اللي انا عايزه. انا بكسب شهريا من قعدتي هنا يا استاذ 100,000 جنيه واكتر. انا عايز اقول لك على حاجة بس محرج. ولا اي احراج ولا حاجة. في مكان فاضي جنبك؟ الرصيف اللي جنب ده فاضي، خد الكرتونة دي فرشها واقعد وشوف الخير اللي هيجي لك يا استاذ. بس بقول لك ايه، اعمل لك محفظة فودافون كاش وانستا باي عشان هتحتاجهم. الزباين هنا روشة واغنياء على الاخر. هيه، ذو جهل يأكل اللحم بالرغيف وذو علم ينام على الرصيف.